هل عمرك وقفت قدام المراية وسألت نفسك هو أنا ليه مش بوصل لرغم إني بجتهد؟ بتحاول وبتتعب وبتخطط، بس كأن في حاجة جواك دايما بتشدك ورا. الغريب إن السبب الحقيقي مش في الظروف ولا في الناس، السبب جواك أنت. جواك قوة خفية بتدير كل خطوة في حياتك، قوة قادرة ترفعك فوق كل خوف أو تحبسك في نفس الدايرة لسنين. القوة دي اسمها عقلك الباطن، ويمكن تكون طول عمرك شغال ضده من غير ما تعرف. في الفيديو ده هتفهم ازاي تستخدم العقل الباطن مش بس علشان تحلم، لكن علشان تبني واقع جديد بالكامل. لو وصلت للنقطة دي خليك معايا، لأن اللي جاي ممكن يغير حياتك حرفيا. الكتاب ده مش بيقدم لك وعود سحرية ولا حلول سريعة، لكنه بيدعوك تبص جواك وتكتشف قوة حقيقية موجودة فيك من البداية، قوة اسمها العقل الباطن. كتير من الناس عايشين حياتهم وهم فاكرين إن حدودهم جاية من بره، من الظروف، من الناس، من الحياة. بس الحقيقة اللي بيكشفها الكتاب ده إن أغلب الحدود دي إحنا اللي بنخلقها جوه نفسنا. أفكار متكررة، قناعات قديمة، خوف من غير وعي، كل ده بيكون برنامج خفي بيحرك قراراتك وتصرفاتك من غير ما تاخد بالك. الدكتور جوزيف ميرفي بياخدنا في رحلة تعليمية وتحفيزية، بيربط فيها بين علم النفس والتجربة الإنسانية وبين التطبيق العملي في الحياة اليومية. النجاح في الشغل أو في الحياة مش بيبدأ بتغيير الظروف، لكن بيبدأ بإعادة برمجة أفكارك اللي بتتحكم في تصرفاتك وردود أفعالك. الكتاب ده موجه لأي حد حاسس إنه بيبذل مجهود كبير ومش شايف نتيجة ترضيه، ولأي حد عايز يخرج من مرحلة التمني ويدخل في مرحلة الفعل الواعي. هتتعلم فيه إزاي تستخدم قوة التركيز والإيمان والتكرار الذهني علشان تحول رغباتك لأفعال وأفكارك لواقع ملموس. الفكرة مش إنك تسيطر على العالم، الفكرة إنك تستعيد السيطرة على نفسك الأول. ومن اللحظة دي بتبدأ التحولات الحقيقية خطوة بخطوة، بوعي أعمق لما يدور جواك قبل اللي بيحصل حواليك. يلا بينا نبدأ. الفصل الأول: كن على وعي بقوة عقلك الباطن. عقلك الباطن هو القوة الخفية اللي بتدير حياتك من الخلف، سواء كنت مدرك ده أو لأ. كل تصرف، كل قرار، كل عادة بتكررها هي نتيجة مباشرة لبرامج ذهنية مزروعة جواك من زمان. المشكلة مش في الذكاء ولا في الإمكانيات، لكن في إن أغلب الناس سايبين العقل الباطن يشتغل لوحده، مليان بخوف وشك وتجارب سلبية قديمة. ميرفي بيقول إن العقل الباطن مش بيفرق بين الحقيقي والخيال، ولا بين الإيجابي والسلبي. هو ببساطة بيستجيب للحاجة اللي بتتكرر. يعني لما تفضل تقول لنفسك أنا فاشل، النجاح صعب، الفلوس مش بتيجي بسهولة، العقل الباطن بياخد الجمل دي كأوامر ويبدأ يوجهك علشان يحققها كأنها حقيقة. وده أخطر ما في الموضوع، لأنك ممكن تكون أنت السبب في تعطيل نفسك من غير ما تحس. في المقابل، نفس القوة دي ممكن تتحول لأداة نجاح رهيبة لو استخدمتها بوعي. لما تزرع أفكار إيجابية واضحة ومليانة إيمان، عقلك الباطن بيبدأ يشتغل عليها ليل ونهار، مش بالسحر، لكن بتعديل تصرفاتك وزيادة تركيزك وتنشيط حدسك. العقل الباطن زي ما بيقول الكاتب خادم مخلص، بينفذ اللي تطلبه منه بالظبط من غير نقاش. الخطوة الأولى لأي تغيير حقيقي هي إنك تبقى واعي لحوارك الداخلي. مش هتقدر تسيطر على حياتك الخارجية طالما الحوار اللي جواك سلبي ومكرر. النجاح مش بيبدأ بالمجهود، بيبدأ من إنك توجه عقلك الباطن يشتغل لصالحك مش ضدك. ولما تفهم القاعدة دي وتبدأ تطبقها، هتتحول من شخص الظروف بتحكمه لشخص هو اللي بيصنع استجابته، ومن هنا بيبدأ يصنع طريقه خطوة بعد خطوة. الفصل الثاني: إزاي بيشتغل عقلك الباطن في حياتك العملية؟ في الفصل ده بياخدنا الدكتور جوزيف ميرفي خطوة أعمق علشان يورينا إزاي العقل الباطن مش مجرد فكرة فلسفية، لكن قوة فعلية بتتحرك جوه حياتنا كل يوم، في الشغل، في التعامل مع الناس، وفي القرارات اللي بناخدها من غير ما نفكر فيها كتير. العقل الباطن مش بيشتغل بس في لحظات التأمل أو الهدوء، هو شغال دايماً في كل رد فعل، في كل انفعال، في كل قرار سريع بتاخده. القرارات دي اللي بتطلع منك بشكل تلقائي غالباً هي اللي بتحدد مصيرك أكتر من القرارات اللي بتقعد تفكر فيها ساعات.
ميرفي بيشرح إن العقل الواعي هو اللي بيختار الفكرة، لكن العقل الباطن هو اللي بينفذها. العقل الواعي زي القائد اللي بيدي أوامر، والعقل الباطن هو الجنود اللي بينفذوا من غير مناقشة. علشان كده لما تفضل تفكر في الفشل أو تخاف تغلط أو تتوقع الأسوأ، العقل الباطن بيتبرمج على كده، وبيبدأ يخلق لك مواقف تثبت إنك كنت عندك حق، مش لأن الحياة ضدك، لكن لأن عقلك بيوديك ناحية اللي اتعود عليه. وهنا بيجي دور المشاعر والإيمان. الفكرة لوحدها مش كفاية، الفكرة لازم تكون مشحونة بإحساس حقيقي. الإحساس هو اللي بيخلي الفكرة تدخل للعقل الباطن وتستقر جواه، وده السبب اللي بيخلي التجارب المؤلمة تفضل مأثرة فينا السنين، لأنها كانت مليانة إحساس قوي حتى لو موقف واحد. في المقابل، لما تكرر أفكار إيجابية وانت حاسس بيها بصدق، بتبدأ فعلا تغير سلوكك وأدائك. النجاح في الشغل زي ما بيقول ميرفي مش محتاج قلق ولا ضغط، هو محتاج هدوء، والثقة طالعة من جواك. العقل الباطن دايما شغال سواء راقبته أو لأ. لو سبته من غير وعي هيمتص أي فكرة من اللي حواليك، لكن لو بدأت تلاحظ أفكارك هتقدر توجهه بذكاء ناحية اللي يخدمك. ساعتها الشغل هيبقى أخف، قراراتك هتبقى أوضح، وحياتك هتبقى ماشية بانسجام مع أهدافك بدل ما تكون عكسها. في الآخر الفصل ده بيحط الأساس لفهم بسيط بس قوي جدا. النجاح المهني مش مسألة حظ، هو نتيجة انسجام داخلي بين اللي بتفكر فيه واللي مزروع جوه عقلك الباطن كل يوم. الفصل الثالث: العادات وبرمجة العقل الباطن. ميرفي هنا بيلمس نقطة دقيقة جدا. العادات اللي بتحكم حياتك مش وليدة الصدفة، هي نتيجة مباشرة لتكرار وبرمجة وتعود العقل الباطن. الإنسان مش بيعيش على حسب اللي يعرفه نظريا، هو بيعيش على حسب اللي تعود عليه ذهنيا. يعني ممكن تكون عارف المفروض تعمل إيه علشان تنجح، بس تلاقي نفسك بتكرر نفس الأخطاء، مش لأنك ضعيف، لكن لأن عقلك الباطن مبرمج على نمط معين، والنمط ده محتاج وعي علشان يتكسر. العقل الباطن بيتعلم بالتكرار مش بالمنطق. يعني لو فضلت تأجل أو تخاف تبدأ أو تنسحب أول ما تواجه صعوبة، السلوك ده مع الوقت بيبقى عادة تلقائية، ولما العادة تتكرر بتتحول لهوية وتبدأ تقول أنا كده. لكن الحقيقة أنت مش كده، أنت اتعلمت تبقى كده. الوعي بالنقطة دي مهم جدا، لأنه بيحررك من فكرة العجز وبيفكرك إن التغيير ممكن، بس محتاج صبر وبرمجة جديدة. العادات الإيجابية بتتبني بنفس الطريقة. النجاح، الانضباط، الثقة بالنفس مش صفات فطرية، دي نتائج لعادات ذهنية وسلوكية بتتغذى كل يوم. لما تبدأ تكرر أفكار إيجابية بوضوح وترفقها بتصرف بسيط بس ثابت، عقلك الباطن بيبدأ يتبنى النمط الجديد ويشجعك عليه تلقائياً. ومع الوقت الفعل الصح بيبقى أسهل من الغلط، لأن العقل الباطن اتبرمج على الصح. لكن لو حاولت تغير نفسك بالقوة أو باللوم الذاتي، غالباً هتفشل، لأنك بتحارب عقلك بدل ما تعلمه. الطريق الأذكى هو إنك تزرع البديل بهدوء، فكرة جديدة بدل القديمة، سلوك بسيط بدل اللي بيضرك، وتكرار هادي بدل اندفاع مؤقت. بهذا الشكل التغيير بيبقى عملية طبيعية مش معركة. وفي الحياة العملية ده معناه إن النجاح الحقيقي ما بيجيش بقرارات فجائية، لكن من عادات صغيرة وثابتة. الفصل الرابع: دور الإيمان والتصديق في تسخير العقل الباطن. في الفصل ده الدكتور جوزيف ميرفي بيتكلم عن نقطة جوهرية جدا: الإيمان. الإيمان مش بالمعنى الديني هنا، لكن الإيمان كحالة داخلية من الثقة والقبول. لأن العقل الباطن مش بيستجيب للي بتتمناه، هو بيستجيب للي مصدقه فعلا. الفرق بين فكرة بتعدي في بالك وفكرة متجذرة جواك بعمق زي الفرق بين كلمة بتقولها وحقيقة بتعيشها. الشك هو أكبر عدو للعقل الباطن، لأنه بيخلق رسائل متناقضة. لما تقول أنا ناجح بس جواك حاسس بالخوف أو إنك مش قدها، العقل الباطن بيسمع الإحساس مش الكلام. وده سبب فشل أغلب محاولات التفكير الإيجابي اللي الناس بتتكلم عنها، مش لأن الفكرة غلط، لكن لأن التصديق ضعيف أو مش صادق. العقل الباطن ما بيشتغلش تحت ضغط، هو بيشتغل لما تكون في حالة هدوء ويقين. الإيمان مش بيتبني بالقوة،
لكن بيتكون بالتكرار الهادئ والمشاعر الإيجابية المصاحبة. لما تكرر فكرة معينة وانت في حالة استرخاء وثقة، الفكرة دي بتتسلل لعقلك الباطن من غير مقاومة. وعلشان كده ميرفي بينصح: ابعد عن الجدال الداخلي ومحاولات الإقناع المفرط. العقل الباطن مش بيفهم منطق ولا نقاش، هو بيفهم الصورة الذهنية والإحساس اللي معاها. النجاح مش محتاج إيمان أعمى، هو محتاج ثقة هادية إنك قادر تتطور وتتعلم وتتحسن خطوة بخطوة. الإيمان هنا هو الجسر اللي بيربط بين الفكرة والفعل، وبين الرغبة والنتيجة، ومن غيره المعرفة بتفضل كلام من غير أثر حقيقي. الفصل الخامس: إزاي تزرع الأفكار الصح في عقلك الباطن؟ في الفصل ده ميرفي بيقدم الجزء العملي الأهم: إزاي فعلا تدخل فكرة لعقلك الباطن، إزاي تخليه يتبناها ويشتغل عليها لحد ما تبقى واقع. الرغبة لوحدها مش كفاية، والنية الطيبة مش كفاية. اللي يفرق هو الطريقة اللي بتوصل بيها الفكرة للعقل الباطن. العقل الباطن ما بيحبش الأوامر القاسية ولا الضغط، هو بيستجيب للصور الواضحة والتكرار الهادئ والإحساس اللي بيصاحب الفكرة. أفضل وقت تتعامل فيه مع عقلك الباطن هو لما تكون في حالة هدوء، اللحظات قبل النوم أو بعد ما تصحى مباشرة. ساعتها العقل الواعي بيكون سايب الساحة والباطن مفتوح يستقبل. ردد جمل بسيطة إيجابية من غير مبالغة، المهم تكون حاسس بيها إنها ممكن تتحقق. الكلمات مش كل حاجة، المفتاح الحقيقي هو الإحساس. تخيل نفسك بتعيش الهدف اللي عايزه، تتصرف بثقة، تنجح، تتعامل بهدوء مع التحديات. العقل الباطن بيتعامل مع الصور دي كأنها حقيقية، ومع الوقت بيبدأ يوجهك ناحية السلوك اللي يخليها تتحقق فعلا. كل ما الصورة تكون واضحة أكتر، كل ما النتيجة تيجي أسرع. بس خد بالك من حاجة، ما تفضلش تراقب النتيجة بقلق أو استعجال، لأن التوتر بيبعت إشارة بعدم الثقة، وده يعطل العملية كلها. ازرع الفكرة وسيبها تشتغل، وانت كمل في الواقع بخطوات بسيطة وواثقة. العقل الباطن هيشتغل بصمت، وهيبدأ يقودك تدريجياً لتغييرات ملموسة في حياتك العملية والشخصية. الفصل السادس: العقل الباطن وحل المشكلات واتخاذ القرار. العقل الباطن مش مجرد أداة تحفيز، هو قوة ذكية قادرة تحل مشكلاتك لما العقل الواعي يعجز. كتير من الناس أول ما يواجهوا مشكلة يضغطوا على نفسهم في التفكير، يفكروا بإجبار ويتعبوا نفسهم. لكن ميرفي بيقولك الأسلوب ده بيزيد المشكلة تعقيد، مش بيحلها. العقل الواعي لما يتعب بيغيم، وساعتها بيجي دور العقل الباطن، هو المساحة الأهدى والأعمق اللي بتعالج الأمور في الخلفية. كل اللي محتاج تعمله إنك تسأله سؤال واضح وتسيب له المساحة يشتغل. قول لنفسك بهدوء: عقل الباطن هيوصلني للحل الصح، وبعدها سيبها تمشي. ما تضغطش، ما تستناش بجنون. الحلول بتظهر فجأة، في لحظة هدوء، في حلم، في موقف بسيط، أو كإحساس داخلي كده بيقولك دي هي. كتير من القرارات الغلط بتطلع مش من نقص المعلومات، لكن من الخوف. لما تكون متوتر بتبعت إشارات تشويش لعقلك، وبيفقد قدرته على الربط. لكن لما تهدى بيبدأ يجمع المعلومات وينظمها، وبيطلع لك الإجابة اللي كنت بتدور عليها. أفضل القرارات دايما بتطلع بعد ما ترتاح أو بعد النوم، لأن العقل الباطن كان بيشتغل في الخلفية. الثقة في العقل الباطن مش معناها تسيب التفكير، لكن توازن بين الاتنين. الواعي يجمع البيانات والباطن يربط بينها بذكاء. لما تفهم المعادلة دي هتتعامل مع الأزمات بهدوء، ومع القرارات بثقة، وهتحس إن جواك دايما مصدر للحلول، ينتظر منك بس تسكت شوية علشان تسمعه. الفصل السابع: العقل الباطن والنجاح في العمل والعلاقات المهنية. النجاح في الشغل مش بس كفاءة ولا تعب، هو كمان برمجة داخلية. الكاتب بيقول إن مشاكل كتير في بيئة العمل مش أصلها الناس، لكن صور ذهنية إحنا بنحملها عنهم. لما تتوقع الرفض أو الفشل أو النقد، العقل الباطن بيترجم التوقع ده
في حركتك، في قراراتك، فتتصرف بطريقة تجيب نفس النتيجة اللي كنت خايف منها. بس لما تبرمج نفسك على الثقة والاحترام والنية الطيبة، علاقاتك المهنية بتبدأ تتحسن تلقائياً، مش لأن الناس اتغيرت، لكن لأن تفاعلك اتغير. في كمان نقطة مهمة جداً: الاستحقاق. ناس كتير عندهم كفاءة عالية، لكن جواهم مش مصدقين إنهم يستحقوا النجاح. العقل الباطن بيلقط الإحساس ده، وبيبدأ يعرقل الأداء أو يضيع الفرص. علشان كده ميرفي بيشدد: كرر لنفسك دايما جمل زي أنا بقدم قيمة حقيقية، ومن الطبيعي أتقدم. مش عشان تغتر، لكن علشان تبني ثقة هادية تنور طريقك. العقل الباطن هو شريكك الخفي في مسارك المهني. لو مبرمج بالخوف هيعطلك، لكن لو مبرمج بالثقة والتعاون هيفتح لك أبواب من غير ما تحارب. النجاح في الشغل مش بتغيير المكان أو الناس، لكن بتغيير نظرتك الداخلية ليهم. ولما عقلك الباطن ينسجم مع أهدافك، الشغل بيتحول من ضغط لرحلة تطور ونمو مستمر. الفصل الثامن: العقل الباطن وبناء الثقة والنجاح المستمر. الثقة بالنفس مش مجرد شعور مؤقت، هي نتيجة مباشرة لبرمجة العقل الباطن. ناس كتير بيظهروا واثقين من بره، لكن جواهم في شكوك وصوت بيقلل منهم كل يوم. العقل الباطن بيبني صورة الإنسان عن نفسه من خلال التكرار الداخلي. الكلام اللي بتقوله لنفسك في لحظات التعب هو اللي بيحدد مستواك الحقيقي من الثقة. لو الحوار الداخلي كله خوف وتقليل، هيطلع منك سلوك متردد وخوف من المسؤولية. لكن لما تغذي نفسك بأفكار إيجابية متزنة، الثقة بتنمو بهدوء وبتبان من غير ما تفتعلها. الثقة الحقيقية مختلفة عن الزائفة، مش محتاجة تثبت إنك أحسن من حد، ولا محتاجة تصنع صورة. هي حالة هدوء داخلي بتخليك ثابت وقت الأزمة ومتزن وسط كل الأصوات. النجاح الحقيقي ما بيجيش بقفزات، بيجي بخطوات صغيرة متراكمة. كل مرة بتنجح فيها في حاجة بسيطة، اعترف بيها، ما تقللش منها، لأن العقل الباطن بيسجلها كنقطة قوة، ومع الوقت النقاط دي بتبنيك. الثقة مش مشروع مؤقت، هي بناء مستمر. كل فكرة، كل موقف، كل تصرف هادي بيضيف لبنة جديدة فيك. ولما العقل الباطن يتحالف معاك في بناء الثقة، النجاح بيبقى طبيعي، ما بيحتاجش مجهود مبالغ فيه ولا صراع. الفصل التاسع: العقل الباطن والصحة النفسية والجسدية. في الفصل ده ميرفي بيربط بين العقل الباطن والجسد. بيقول إن الجسد مش منفصل عن العقل، هو انعكاس مباشر للحالة الداخلية. كتير من أمراضنا الجسدية أصلها مش جسدي، لكن نفسي. توتر، خوف، صراع داخلي، بتتحول مع الوقت لإرهاق، وبعدين لأعراض حقيقية. العقل الباطن مسؤول عن التنفس، نبض القلب، الهضم، المناعة. ولما يكون مليان قلق أو غضب أو ذنب، الإشارات السلبية دي بتأثر على التوازن الجسدي. لكن العقل الباطن عنده قدرة طبيعية على الشفاء لما نهدى ونثق. الأفكار الهادية الإيجابية بتنشط قوى الشفاء الطبيعية في الجسد. حتى الكلمات اللي بنقولها وإحنا تعبانين مهمة جدا. لما تقول أنا ضعيف أو مش هخف، العقل الباطن بياخدها كأوامر. لكن لما تقول أنا بتحسن كل يوم، هو بيترجمها دعم وبيبدأ يشتغل في الاتجاه ده. الصحة مش غياب المرض بس، هي انسجام داخلي بين الجسم والعقل. لما تتصالح مع نفسك، الجسد بيستجيب تلقائياً. الخاتمة: لما يبقى عقلك الباطن حليفك الحقيقي. في النهاية، الدكتور ميرفي بيفكرك بحاجة بسيطة لكنها عميقة جداً. عقلك الباطن عمره ما كان ضدك، هو بس بينفذ اللي انت بتزرعه فيه. هو مش بيحكم ولا بيجادل، هو بيشتغل بصمت وبيحول أفكارك المتكررة ومشاعرك العميقة لحياتك اليومية. ولما تدرك الحقيقة دي، تتحول من ضحية الظروف لصانع حياتك. الكتاب مش بيطلب منك تغير حياتك فجأة ولا تعيش بتفاؤل مزيف، هو بس بيدعوك تبدأ من جوه، من الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك، من الأفكار اللي بتصدقها عن نفسك، من إيمانك بقدرتك واستحقاقك.
ولما تبدأ توجه عقلك الباطن بالثقة والهدوء والتكرار الواعي، التحولات هتبدأ تظهر لوحدها. قرارات أوضح، علاقات أهدى، أداء أحسن، وصحة نفسية وجسدية مستقرة. النجاح مش معركة، هو نتيجة انسجام داخلي. وفي الآخر الرسالة الأعمق اللي بيسيبها الكتاب بسيطة جدا: القوة اللي بتدور عليها بره كانت طول الوقت جواك، مستني بس إنك تفهمها وتثق فيها وتسيبها تشتغل معاك مش ضدك.